شايفك يا اللي بتشرب فنجان قهوه واحد بس في اليوم، فعايز فنجان قهوه وخلطه قهوه، هو فنجان تشربه يلخص معاك اليوم كله. تعال اما اقول لك على التوليفه دي. تعرف بقى انا ازاي عملت القهوه كريمي كده؟ حطيت لها 100 جرام من البن البرازيلي، مررته قليله بيخلي القهوه كريمي جدا. تعرف ليه بالرغم من ان احنا بقالنا اكتر من 10 دقايق عاملين القهوه دي الوش بتاعها ثابت ومش عارف يتحرك؟ 75 جرام من ملك الوش هو البن الفيتنامي. يا اخي الجيتومالي ده خطير. 50 جرام من البن الجيتومالي نفس تيست الكولومبي بس ما فيهوش اي مراره. ريحه القهوه هي متعه القهوه، فناخد لها 25 جرام من ملك الريحه هو البن الحبشي. ما كملنا الربع كيلو. طبعا كمصريين بنحب القهوه محوجه، بس تعالى نعملها تحويجه ايه في المظبوط قوي. هنحط لها 7 جرام من الحبهان، قرنفل خفاف جدا، ورد خفاف جدا بيخلوا ريحه القهوه حلوه. وبصراحه انا بحب ريحه من جوز الطيب، بتديك مزازه كده للقهوه بتخليها حلوه. 5 جرام من الجينسنج وده بيديك طاقه وباور لو انت بقى عندك امتحانات اليومين دول بتروح الجيم ايا كان يعني. هنقلب الكلام ده كله وانا هستمتع بفنجان قهوتي على ما القهوه دي تطحن وانا على فوضى، وكل يوم بعمل لك خلطه قهوه.